عمرك شريتي شي حاجة غير حيت كتبان ليك غادي تفوتك؟ بحال مثلًا دوك العروض اللي كنسمعوا فيهم هاد العرض غادي يسالي اليوم، أولا باقيين غير جوج ديال القطع في ستوك. المهم هادي راه ماشي صدفة، هادي واحد التقنية خدامين بها أكبر الشركات اللي سميتها FOMO أولا the fear of missing out، الخوف من تفويت الفرصة. فباش نحللو هاد التكنيك هادي اللي هي بسيكولوجية درجة أولى، راه كتلعب على واحد الحاجة في الدماغ ديال الزبون. الإنسان ما كيبغيش يحس أنه ضيع شي فرصة اللي نادرة أولا واحد العرض اللي محدود، وهنا كيولي يخاف يخسر ماشي غير يربح. هاد الفكرة كتسمى في الماركتينغ لو بيس دو غارتي. كل ما العرض بان محدود كل ما القيمة ديالو كتزيد تطلع في العقل ديال الزبون. باش نعطيكم واحد المثال تطبيقي، مثلا عندنا واحد التيشيرت بغينا نبيعوه ب100 درهم أولا نقولو ب99 درهم. المهم هاد اللعيبة ديال 99 100 كتبان واحد الحاجة بسيطة، ولكن المهم دابا نديرو عليها ريت، هي راه فيها 100 درهم. جرب تقول في عوضها عندنا واحد لوفر اللي سبيسيال، اولا هاد البروموسيون مثلا كاينه غير اليوم فقط، اولا مثلا اخر 5 ديال لي بياس اللي بقاو عندنا في الستوك. فهمتي، دائما خلي المنتج يبان نادر. انا حتى لو داك البرودوي كان واحد الحاجه اللي عاديه، هذاك الطابع ديال لورجونس والغاطي كتلعب واحد الدور كبير في القرار ديال الشراء الزبون. بزاف ديال الناس كيطيحوا في الغلط، كيظنوا ان الزبون غيشري غير حيت المنتج زوين، ولكن لا، في الحقيقه الناس كتشري بالاحساس ماشي غير بالمنطق. راسكم كتبيع ما عطيتش واحد الحاجه اللي عاديه ومشيتي تلقاها، ولكن الا خليتي الزبون يحس بلي اذا ما شراش دابا غادي يخسر، كنا اكيد غادي يشري بلا ما يتسوق لا للثمن ولا للكاليتي، بلا ما يسولك بزاف.